في 7 لعيبة من القوام الأساسي في النادي الأهلي احتمالية غيابهم عن المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي يوم 20/5 القادم احتمال وارد جدا. لكن في الأول قبل ما نتكلم عن التقرير ده بالتفصيل خلينا نقول تصريحات كان قالها ناصر ماهر لاعب نادي بيراميدز في التصريحات التلفزيونية امبارح عن أحسن اللعيبة في الأهلي والزمالك. كان قال إنه من وجهة نظره أشرف بن شرقي لما بيكون في حالته لا يقارن بأي لاعب تاني في النادي الأهلي، هو أحسن لاعب حاليا في النادي الاهلي. وقال بالنسبه لنادي الزمالك فهو شايف ان اخوان بزيرة وعبد الله السعيد هم اكتر لاعبين مؤثرين في نادي الزمالك حاليا، رغم يعني ان عبد الله السعيد مش في ادائه البدني الكامل بسبب سنه، لكن هو برضه شايف ان هو من اكتر اللعيبه المؤثره حاليا في نادي الزمالك. بالنسبه للسبع لعيبه بقى اللي هيغيبوا عن النادي الاهلي، كان يستروب طلب تقرير طبي مفصل عن السبع لعيبه دول قبل استئناف التدريبات النهارده. النادي الاهلي كان خد راحه سلبيه 4 ايام من يوم الخميس اللي فات، والمفروض انه هيرجع للتدريبات تاني النهارده مساء يوم الاثنين استعدادا لمباراه المصري البورسعيدي، المباراه الحاسمه والاخيره في الدوري المصري. والسبع لعيبه دول هم امام عاشور، خلينا نتكلم عنهم واحد واحد. امام عاشور كان جاله كدمه في الركبه في المباراه الاخيره، وعلى حسب الاشاعه اللي اتعملت ان هو مش هيغيب عن مباراه المصري. وبالنسبه لحسين الشحات برضه بسبب خبطه كان عنده الام في الكتف او شعر بالام في الكتف، وبرضه على حسب الدكتور ان هو مش هيغيب برضو عن مباراة المصري البورسعيدي. لكن كل دول طبعا هيتم التأكيد عنهم في الايام اللي جاية ان شاء الله. بالنسبة لكريم فؤاد ويوسف بالعمري ما زالوا الاثنين في برنامج علاجي وتأهيلي قبل ما يخشوا التدريبات ان شاء الله. من المتوقع ان هم على اخر الاسبوع ده هيشاركوا في التدريبات الجماعية. بالنسبة بعد كده لمصطفى شوبير، مصطفى شوبير كان عنده شد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية، ولسه ما تمش الحسم في امره حتى الآن، هل هو اللي هيشارك او محمد الشناوي اللي هيشارك في المباراة الأخيرة. ما تمش حتى الآن الحسم في أمر مصطفى شوبير. بعد كده في احمد رمضان، احمد رمضان عنده شد في العضله الضمه، وعلى حسب اخر التقارير ان هو مش هيلحق مباراه المصري البورسعيدي لانه عايز لسه برنامج تاهيلي يقترب من العشر ايام، فلسه برضه ما تمش الحسم في امره، لكن غالبا هو مش هيشارك في مباراه المصري البورسعيدي. واخر لاعب بقى هو طبعا محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه ما كانش شارك على فكره في مباراه انبي بسبب قطع جرح في الاسفل الركبه، خد بسببه 5 غرز قبل مباراه انبي، وده كان تسبب في غيابه عن المباراه. لكن على حسب اخر كلام طلع من الدكتور في النادي الاهلي ان تريزيجيه هيلحق في مباراه المصري البورسعيدي، لكن حتى الان برضه ما تمش الحسم في امره بنسبه 100%، لكن غالبا ان شاء الله هيكون في القوام الاساسي وفي التشكيله الاساسيه كمان للمباراه انبي. كل دي لعيبه طلب تقرير طبي مفصل ليها قبل رجوع التمرينه في التتش النهارده للمباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي. كنا شفنا تكهنات صحفية كتير في الفترة اللي فاتت، في الشهر اللي فات، عن لما كان في أنباء إن النادي الأهلي هيتعاقد مع إبراهيم عادل في الصيف القادم. كان في ناس كتير بتقول إن في حالة تعاقد مع إبراهيم عادل هيكون أول الراحلين أشرف بن شرقي عن النادي الأهلي، بسبب طبعا إن هو يعني على أساس إن هو بيلعب في نفس المكان بتاعه كده. لكن بعد تألق أشرف بن شرقي في المباريات الأخيرة إدارة النادي الأهلي يعني أظن إن هي هتغير رأيها في الموضوع ده. حتى لو تم التعاقد مع ابراهيم عادل، اشرف بن شرقي حاليا اصبح راس حربه. يعني حتى تروب في التمرينات اللي كانت قبل مباراه انبي كان بيعامل اللاعب على انه هو راس الحربه الاول في الفريق، وتجاهل تماما مروان عثمان ومحمد شريف، وهو كده كده متجاهل كاموش اصلا. فحاليا اشرف بن شرقي يعتبر هو راس الحربه الاساسي في النادي الاهلي، او راس الحربه رقم واحد في النادي الاهلي. بالنسبه بقى ل الامام عاشور، وكيله ادم وطني، كان قال ان في عروض كتير جدا على ترابيزه النادي الاهلي لامام عاشور. كان قال قبل كده ان في عروض من قطر ومن امريكا، لكن اتكلم عن عرض بالتفصيل المره دي من نادي نيوم السعودي. نعم، في عرض لامام عاشور من نادي نيوم السعودي بحثا عن النادي نيوم عايز يشارك بشكل افضل في بطولاته المحليه وينافس بشكل افضل، فهيدعم صفوفه باسماء قويه جدا زي الانديه اللي حاليا متصدره المشهد في الدوري السعودي زي الاتحاد والاهلي والنصر والشباب. فنادي نيوم عايز يدخل في الصف الاول في فرق الدوري السعودي، ومن الفرق اللي هيدعم بها صفوفه من اللعيبه عفوا اللي هيدعم بها صفوفه هو امام عاشور. لكن العرض المادي حاليا وتفاصيل العقد لم يتم الاعلان عنها. في حال تم الاعلان عنها ان شاء الله هنديكم هنا التفاصيل اول باول.